خد يا نجم تعالى اقول لك على الجديد، والجديد مش هتسمعه غير فين؟ في الكوره مع الزنفولي. في ريت يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي على اليوتيوب، وقناه محمود الزنفولي على الفيسبوك، وشير على قد ما تقدر، وكومنت واللايك الجميل بتاعك. مفاجاه من العيار الثقيل. بصوا يا جماعه، في اتنين لعيبه في النادي الاهلي، لعيبه مهمه جدا في النادي الاهلي، لعيبه اساسيه في النادي الاهلي واساسيين برضه في منتخباتهم. اللعيبه دي المفروض عقودهم هتخلص في 2025. الاهلي بيحاول يجدد عقود اللعيبه دي. اللعيبه دي بتفكر اللي هي تخرج بره النادي الاهلي، ولحد دلوقتي الاهلي لسه بيحاول يجدد عقود اللعيبه دي. اللعيبه دي جاي لهم عقود احتراف كبيره جدا، واللعيبه دي انا شايفها لعيبه مهمه. في واحد منهم بيلعب مساك، والتاني بيلعب جناح يمين. لعيب جناح يمين ده ايه؟ اجنبي. مين اول واحد اللعيب ده المساك؟ عندك طبعا عارفينه، محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يا جماعه جاي له عقد احتراف كبير جدا من نادي اتحاد جده السعودي، مبلغ 6 مليون دولار. الاهلي مش موافق، بس في كلام من الاتحاد جده عايز يزود المبلغ ل 8 مليون دولار. طبعا ما 8 مليون دولار دي مبلغ كبير جدا يعني. طبعا في ظل الازمات الموجوده ورا في الدفاع النادي الاهلي. طبعا شفنا الماتش اللي فات الاهلي كان يعتبر مفيش دفاع ورا النادي الاهلي. محمد عبد المنعم يا جماعه من احسن اللعيبه الموجوده في مصر وافريقيا. لعيب يعني مش هتلاقي كواليتي بلعيب زي محمد عبد المنعم ده تاني. فانت عشان تبيع محمد عبد المنعم لازم تجيب لعيب نفس مواصفات محمد عبد المنعم. طبعا الدوري المصري دلوقتي مفيش لعيب ظهر كمساك قوي يقدر يلعب في الاهلي او الزمالك. طبعا انتوا عارفين الاهلي والزمالك مش اي لعيب يقدر يلعب في الاهلي او الزمالك. فهل انت موافق نبيع محمد عبد المنعم ب 8 مليون دولار او 10 مليون دولار والاهلي يجيب لعيبه تانيه، ولا الاهلي يجدد عقد محمد عبد المنعم؟ برضه اكتب لي في الكومنتات يا جماعه مع بيع او تجديد عقد محمد عبد المنعم. نيجي لبيرسي تاو. بيرسي تاو يا جماعه المفروض برضه معلومه ليكوا ان بيرسي تاو مواليد 94، يعني المفروض هو السنه دي هيتم 30 سنه، وعقده هيخلص مع النادي الاهلي في 2025. يعني هيتم في 2025 31 سنه، يعني عقده هيخلص وهو سنه 31 سنه في النادي الاهلي. وصن داونز بقاله سنه عمال يزن على بيرسي تاو اللي هو ما يجددش عقده مع النادي الاهلي، اللي هو يطلع فري، يعني عقده يخلص ما يجددش مع النادي الاهلي. انا مع بيع بيع بيرسي تاو الصيف الجاي، استفيد بالفلوس بتاعته، اجيب لعيب قوي صغير في السن لسه ينفعني الفتره الجايه، بدل ما اجدد لعقد واحد عنده 31 سنه. مش عارف بعد كده هيبقى السن بعد كده يبقى عامل ازاي. وبيرسي تاو برضه يعني ماشي برضه على سطر ويسيب سطر، يعني شويه تلاقيه كويس جدا وشويه مش حلو. فانا شايف اللي بيع بيرسي تاو مصلحه للنادي الاهلي السنه الجايه، وما باعهوش لصن داونز. صن داونز ما بيرضاش يبيع اي لعيب للنادي الاهلي المعامله بالمثل. زي ما صن داونز ما بيرضاش يبيع اي لاعب للنادي الاهلي، برضه النادي الاهلي ما يبيعش اي لعيب لصن داونز. طبعا زي ما بيقولوا صن داونز النادي الاهلي يعتبر هو المنافس الوحيد ليا في افريقيا، برضه صن داونز يعتبر المنافس الوحيد للاهلي في افريقيا. فانا ما بيعش بيرسي تاو لصن داونز الا في حاله واحده. اخد يا عم مكوينه وخدوا يا عم ايه صن داونز حلال عليك. دي الحاله الوحيده اللي ابيع صن داونز لمين؟ ابيع بيرسي تاو لصن داونز. غير كده لا، ما بيعش اي لعيب لصن داونز نهائي. زي ما قلت يا جماعه، اتنين لعيبه دول تقال جدا في النادي الاهلي. برضو اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه، انت مع بيع بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم، ولا طبعا تجدد لبيرسي تاو او محمد عبد المنعم؟ اكتبوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.